ازيك يا بطل؟ عارفة ان نفسك تبدأ شغل اونلاين، بس كل ما تيجي تتحرك تلاقي حد بيقولك لازم لابتوب امكانياته عالية، او لازم ميزانية كبيرة، فتفرمل وتكنسل الفكرة. خليني اقولك ان الموبايل اللي بتشوفني منه دلوقتي ده كفيل يفتح لك باب رزق لو عرفت توظفه صح. تعال اقولك نبدأ ازاي ومنين. اول حاجة اختار صنع الموبايل بيحبها. مش كل الشغل محتاج لابتوب، في مجالات الموبايل فيها ملك. كتابة المحتوى أو الكونتنت رايتنج، لو بتعرف تكتب بوستات، مقالات، أو حتى سكريبتات فيديو، كل اللي محتاجه تطبيق جوجل دوكس وشغلك يبدأ. أو المودريشن اللي هو إدارات صفحة السوشيال ميديا، أو شغلانة. تمام، هي عبارة عن إنك بترد على رسائل، تنزل بوستات وتتابع الكومنتات. يعني كل شغلك عليها موبايل في موبايل 100%. التصميم والمونتاج الخفيف، دلوقتي في تطبيقات بتنافس برامج الكمبيوتر زي كانفا للتصميم، وكاب كات أو في ان للمونتاج. طيب، عشان ده يحصل لازم تجهز عدتك، وعشان تبان محترف قدام عميلك لازم موبايلك يكون عليه مكتبك. أول حاجة تطبيق نوشن أو تريلو عشان ترتب مهامك. لو هتتواصل يبقى عندك واتساب ماسنجر أو سلاك، لأن معظم الشركات بتفضلهم عن الواتساب. عندك جوجل درايف عشان ترفع شغلك وتبعته للعملاء بلينك واحد ومنظم. محدش هيشغلك عشان معاك موبايل غالي أو رخيص، هيشغلوك عشان شطارتك. لو هتصمم اعمل 10 تصميمات على كانفا وحطهم في ملف. لو هتكتب اعمل مدونة مجانية واكتب مقالات في ملف PDF. لما تيجي تعرض شغلك ما تقولش انا شغال من موبايل، قول انا متخصص في كذا. النتيجة هي اللي بتفرق. طيب، ادور على شغل فين يا الهام؟ ابدأ بالاماكن اللي مش محتاجة تعقيد، زي جروبات الفيسبوك. جروبات الفريلانسر في مصر والوطن العربي مليانة طلبات لمودريتور وكتاب محتوى او ناس مصممين. مواقع بسيطة زي خمسات او مستقل تقدر تقدم على مشاريع صغيرة وتخلصها من الموبايل. تسويق بالعمولة، انك تسوق لمنتجات وتاخد عمولة، وده كله بيتم من خلال لينكات وصور على الموبايل. الخلاصة ان الامكانيات عمرها ما كانت عائق. العائق الحقيقي هو التأجيل. ابدأ بالمتاح لحد ما تجيب اللي نفسك فيه. الموبايل وسيلة، وعقلك هو الأداة الحقيقية. لو عايزني أرشح لك تطبيقات معينة لمجال معين، اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك.